من هي الفنانة مرح جبر؟ 14. معلومة عن الممثلة السورية التي تحدت النظام. تصدرت الفنانة مرح جبر الترند على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وبدأ الجمهور في السؤال: من هي الفنانة مرح جبر؟ وحلت الفنانة السورية ضيفة على أحد البرامج، وكشفت كواليس أعمالها وتعرضها للابتعاد عن وطنها لسنوات طويلة بسبب مشاركتها في مسلسل ابتسم أيها الجنرال. من هي الفنانة مرح جبر؟ عادت النجمة السورية إلى وطنها سوريا بعد سنوات من الغربة، وأصدرت نقابة الفنانين السوريين بيانا رحبت فيه بعودة الفنانة مرحا إلى وطنها الحبيب سوريا. وفي السطور التالية سوف نستعرض من هي الفنانة مرح جبر وأبرز المعلومات عنها. هي ممثلة سورية، اسمها بالكامل مرح محمود جبر. ولدت في العاصمة السورية دمشق يوم 30 من مايو عام 1967، أي أن عمرها الآن هو 58 عاما. تنتمي لعائلة فنية عريقة، فوالدها هو الممثل محمود جبر، ووالدتها هي الممثلة هيفاء واصف. من أعمامها الفنان ناجي جبر الذي حقق شهرة من خلال شخصية أبو عنتر، وعمها أيضا الفنان هيثم جبر. هناك صلة قرابة بين منى واصف ومرح جبر، فالفنانة القديرة تكون خالتها، أخت مرح الفنانة ليلى جبر، وهي خالة الممثلة الشابة دانة جبر. زوج الفنانة السورية مرح جبر هو الكاتب السوري عثمان جحا، وتزوج الثنائي بعد قصة حب في عام 2009، ولكن علاقتهما انتهت بالطلاق في عام 2019 بعد نحو 10 سنوات من الزواج. أما عن أبناء الفنانة السورية مرح فهي لا يوجد لديها أولاد. بدأت مسيرتها الفنية في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، وتألقت في أكثر من 100 عمل سواء على شاشة التلفزيون أو خشبة المسرح. من أشهر أعمالها مسلسل ابتسم أيها الجنرال، والذي عرض في عام 2023، والذي رصد الصراع على السلطة والمال داخل قصر رئاسي من واقع الخيال، ورغم ذلك ربط البعض بأنه إسقاط على نظام بشار الأسد. قالت النجمة السورية إنها عاشت حالة من القلق على عائلتها التي كانت تتواجد في سوريا وقت عرض المسلسل. من أشهر أعمالها مسلسل السبع، والذي عرض ضمن قائمة مسلسلات رمضان السورية 2025، كما تألقت خلال العام الجاري في مسلسل بدم بارد. ومن أعمال مرح المميزة مشاركتها في مسلسل الخائن، ومسلسل فتح الأندلس، ومسلسل السنون، ومسلسل أثر الفراشة، ومسلسل باب الحارة.